بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بيان العلماء اليوم من أجل إطلاق أسبوع القدس العالمي في موسمه الرابع بيان مهم وشامل، وتطرق إلى قضايا مهمة فيما يتعلق بنصرة غزة، وفيما يتعلق بالحشد والقيام بالواجب والجهاد المالي للمسلمين جميعا، وفيما يتعلق بالاعتكاف والصيام والدعاء والرجاء. جمع هذا البيان أسبابا مادية وأسبابا معنوية، والنصر لا يتحقق إلا بأخذ الأسباب جميعا ماديا ومعنويا. فإذا كان المسلمون المجاهدون في غزة يجاهدون بالسلاح ويقدمون الفداء ويضحون بأرواحهم ودمائهم وأعضاء أبدانهم ويهجرون من بيوتهم، فلا أقل من أن تقوم الأمة كلها بشعوبها المسلمة وأحرار العالم بما جاء في هذا البيان من تضامن واسع وأخذ بالأسباب المادية والمعنوية، قياما بالواجب وتعبدا لله سبحانه وتعالى، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. في ظل طول المدة التي استغرقتها معركة طوفان الأقصى قد يكسل المسلمون، وقد يعتادوا مشاهد الدماء ومشاهد الحرب والدمار الموجودة في غزة، وقد يتهاون المسلمون في بعض الواجبات. ومن هنا نقول إن استشعار المسؤولية واستشعار سؤال الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل أو يكون حافزا للمسلمين دائما على طريق الدعم وطريق التضامن وطريق القيام بالواجبات المطلوبة. ومن هذه الواجبات واجب المقاطعة الاقتصادية، ونحن بحمد الله تعالى نشهد نضجا كبيرا ووعيا واسعا شعبيا قبل أن يتكلم العلماء بهذا الموضوع، موضوع المقاطعة، ونرصد آثاره وتأثيراته على البضائع وعلى المنتجات وعلى الأمور المختلفة التي تقاطعها جماهير المسلمين ردعا لهذا العدو ونصرة لإخوتنا المسلمين في غزة. حبذا لو تلاقت حركة الشعوب في المقاطعة مع قرارات القادة السياسيين وحكام العرب والمسلمين أن يقاطعوا ما ينبغي أن تقاطعه الدول. عندئذ تكون هذه المقاطعة رادعة وقوية ومؤثرة، وتجعل هذا العدو محاصرا دون أن تكون له امتدادات في بلادنا العربية والإسلامية، امتدادات سياسية وامتدادات دبلوماسية وأكاديمية ورياضية وسياحية. كل هذه الجوانب يجب أن تقاطع، ويجب أن تكون المقاطعة شاملة شعبية ورسمية فردية وجماعية. عندئذ تؤتي هذه المقاطعة ثمارها وتحقق مقاصدها، ويتحقق لنا ردع هذا العدو ونصرة إخواننا في غزة، وهذا هو المطلوب شرعا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.